احنا بنعيش في مجتمع بيحكم علينا بسرعة ودايما بنحس اننا تحت الميكروسكوب، فبنهتم بشغلنا، كلامنا، حتى تصرفاتنا. ليه؟ لاننا خايفين من نظرة الناس لينا. لكن السؤال هنا، هل اهتمامنا ده علشان احنا فعلا عايزين نكون افضل، ولا علشان نرضي توقعات غيرنا؟ النهاردة مش هنتكلم بس عن الفرق ما بين الداخل والخارج اللي هو القشرة والجوهر، كمان هنتكلم عن ازاي تغذي الجوهر ده، وكمان ازاي نتحرر من السجن اللي اسمه إرضاء الناس، وكل ده إزاي ممكن يغير حياتنا للأفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً، إيه هي القشرة وإيه هو الجوهر؟ القشرة هي الصورة اللي بنقدمها للناس، طريقة اللبس، طريقة الكلام، كمان طريقة التصرف، وغالباً ده بيكون انعكاس لرغبة جوانا إحنا للتوافق مع المجتمع علشان نمشي مع الناس يعني. طيب الجوهر هو ايه بقى؟ الجوهر اللي هو الداخل اللي جوانا، هو حقيقة جوانا، افكارنا، قيمنا، مبادئنا اللي بتحدد مين احنا. وبكده لو طلعنا بالمعادلة الجميلة دي، جوهر قوي مع قشرة بسيطة احسن بكتير من قشرة مثالية وجوهر ضعيف. والسؤال هنا، ليه بننشغل بنظرة الناس؟ أول حاجة، الخوف من الانتقاد، إن حد ينتقدنا يعني. كتير مننا بيخاف من كلام الناس لأن جزء كبير من المجتمع للأسف بيحب ينتقد ويمسك أخطاء. الخوف ده بيخلينا نحاول دايما نكون مثاليين قدام الناس حتى لو ده مش إحنا. تاني حاجة، رغبتنا في إننا نكون مقبولين، ومش دي مشكلة، كلنا طبعا بنحب نكون مقبولين، لكن المشكلة في إننا بننسى نفسنا علشان نرضي غيرنا. تالت حاجة، السوشيال ميديا. السوشيال ميديا أثرت في إننا عايزين نبين أفضل حاجة عندنا وأحلى حاجة عندنا فنظهرها للناس، وهنا المقارنة بتعمل عملية ضغط كبيرة قوي علينا. كل ده بيخلينا ننشغل بنظرة الناس لينا، وبنكون جوه سجن كبير اسمه إرضاء الناس. وطبعا رضا الناس غاية لا تدرك. طيب ايه اهمية التحرر بقى من نظرة الناس دي؟ نظرة الناس دي زي ما قلنا هي سجن بالظبط كده. لو اتحررت من نظرة الناس كأنك اتحررت من جوه سجن كبير انت مسجون فيه بقالك 20 او 30 او 40 او 50 سنة، مسجون جوه سجن اسمه نظرة الناس. طيب قلنا ان انت هتتحرر من سجن. طيب اول حاجة انك تعيش بحرية، وبالتالي هتحس براحة نفسية. التحرر هيديك فرصة تركز على اللي يناسبك انت وينفعك، مش يناسب الناس وينفعهم. كمان الشخص اللي عنده جوهر قوي وعقل واعي بيغذيه دايما، غالبا مش بيحتاج يثبت نفسه لحد، لان قيمته الحقيقية مش في نظرة الناس، لكن هو عارف قوي ان قيمته الحقيقية في نظرته هو لذاته ولنفسه. وبالتالي مش هيكون حاطط في دماغه كتير نظرة الناس هيشوفوني ايه او هيعملوا فيا ايه. وبالتالي في اننا الفترة الجاية نشتغل على ان ازاي اغذي الجوهر بتاعي ده يكون مش محتاج اني اتأثر او بنظرة الناس. طيب هنا هنوصل لسؤال كويس جدا، وهو ايه هي بقى الخطوات اللي ممكن اعملها علشان اتحرر من نظرة الناس دي؟ اول حاجة معانا النهاردة وهي انك تعرف نقاط قوتك، كمان اشتغل عليها. انا مش هقولك اعرف نقاط قوتك ونقاط ضعفك، قوي نقاط ضعفك، لا، انا بقولك اعرف نقاط قوتك. كمان مش بس كده، لا، بقولك اشتغل عليها اكتر. انت احسن حاجة في ايه؟ احسن حاجة بتعملها احسن من اي حد هي ايه؟ افتكر دايما انك مش محتاج تقارن نفسك بحد. انت ممكن، وافضل حاجة ان انت تقارن نفسك بامبارح. كنت ايه امبارح وايه النهاردة؟ تاني حاجة ممكن نشتغل عليها هي اهدافك. حط ليك اهداف، واحنا النهاردة في نهاية سنة وبنبدأ سنة جديدة، لازم كلنا نحط لينا اهداف نشوف نفسنا احنا فين على الطريق. الاهداف اللي انا هحطها دي تكون بناء على رغباتي انا، مش بناء على رغبات وآراء الناس، بناء على رغباتك انت، مش علشان خاطر ترضي بيها ناس تانية. لما تكون اهدافك نابعة من جواك، اكيد 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 هتحس بانجاز حقيقي. تالت حاجة معانا النهاردة هي القراءة والتعلم. دول وغيرهم من الاشياء اللي بتعزز قدرتنا على فهم نفسنا الاول، وبعد كده فهم الناس اللي حوالينا. رابع حاجة معانا النهاردة هي حاول تتقبل النقد بس البناء، وحاول ان انت تتجاهل شوية اي نقد هدام هيسبب لك مشكلة دلوقتي. وافتكر ان كلام الناس بيعكس رؤيتهم هم، مش حقيقتك انت. طيب معانا سؤال كمان النهاردة، وهو ازاي اعمل تغذية للجوهر بتاعي
بتاعي ده وارتقي بنفسي شوية لفوق. أول حاجة ممكن نعملها إن إحنا نتأمل. التأمل الداخلي ده فكر في القرارات وفكر في حياتك وخد وقتك في ده. لازم تركز في حياتك وتفكر كل يوم، وكمان تكون مشغول بده. فكر في إيه اللي بيسعدك وده يكون روتين عندك بتعمله كل يوم. كل يوم كل يوم تحاول تكون مشغول بإيه اللي بيسعدك علشان تقدر تتطور ويكون مودك في أفضل حال. كمان ممكن تركز على تطوير شخصيتك بدل ما تحسن مظهرك بس. خلي فيه توازن. احنا لو اهتمينا بالمظهر وتركنا الجوهر وتطوير الشخصية، الواحد هيكون ازاي؟ يعني فكر كده في ده. لو اهتمينا بالمظهر قوي وتركنا الجوهر جوه، ممكن الواحد يكون عامل ازاي؟ كمان ممكن مع استمرار شغلك على نفسك مش هتكون مستني من حد يحترمك ويقدرك، لانك هيكون عندك احترام حقيقي داخلي لذاتك. وفي النهاية تقريبا انت الوحيد اللي بتعيش مع نفسك 24 ساعة في اليوم. الناس بتيجي وبتروح عليك وكلامهم ساعات بينتهي وساعات ما بينتهيش، لكن انت اللي هتعيش مع قرارك. هل هتركز على صورتك الخارجية وشكلك علشانهم، ولا هتبني نفسك من جواك علشانك؟ القشرة والمظهر مهم جدا لكن بيتغير، أما الجوهر وداخل كل واحد فينا، داخلك انت يا صاحبي شخصيا، ده هو اللي بيحدد قيمتك وبيحدد انت رايح فين في المستقبل، وهو اللي بيدوم. ابدأ النهاردة اقرأ وتعلم وتحرر من أي قيود بتوقفك. في النهاية لو عجبتك الحلقة دي شاركها مع أي حد محتاج يسمع الكلام ده، واشترك في القناة علشان نكمل مع بعض رحلتنا لتطوير ذاتنا وإدارة حياتنا. وأنا أكيد مستني دعمكم على مدار الوقت. وبس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.